بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم الدكتور مجدي عبد الستار، مستشاري الطب البيطري والإنتاج الحيواني. النهاردة بإذن الله مجهزين لكم موضوع كويس. جايين النهاردة هنتكلم عن مشكلة مهمة جدا بتقابل أي حد بيربي أبقار أو جاموس، وهي تكرار الشياع أو الشياع المتكرر أو الريبيت بريدر. طبعا دي مشكلة بتقابل ناس كتير جدا، وكل الناس بترن عليا: يا دكتور أنا طلقت على البقر دي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومفيش فايدة، عايز أعرف إيه السبب أو أتصرف إزاي. طبعا الشياع المتكرر زي ما قلت مشكلة على مستوى الجمهورية كلها، وليس خاصة بمكان معين أو نوع معين من الأبقار. فحبينا إن احنا ننوه عنه إيه أسبابه، وهنقول لك تتصرف إزاي. بس اسمعوا معايا الفيديو لحد الآخر. البقرة كانت، ده سؤال أحد الزملاء، البقرة كل شوية تيجي في شياع ومش بتمسك عشر، هعمل إيه يا دكتور؟ ده السؤال دايما اللي هو بيجيني طبعا، وبحاول إن أنا أوصل له المعلومة بشكل علمي وفي نفس الوقت بشكل مبسط عشان يفهم الدنيا ماشيه ازاي. وارد ما يكونش العيب من البقره، ووارد يكون العيب من الطلع نفسه. طيب هنتكلم شويه مصطلحات علميه. وارد برضو ان تقابل انت الكلام ديت وتبقى عايز تفهمه. لازم تتعامل مع البقرة او الجاموسة اللي عندك كأنها موظفة شغالة عندك. الكلام ده ما تضحكوش عليه يعني. ايوه، موظفة شغالة عندك في المزرعة، توفر لها البيئة المناسبة وتاخد منها انتاجية وارباح، كأنها موظف عندك بالظبط، مصلحة مشتركة. وانت بتأكلها وتشربها وتعالجها وتريحها، وهي بالمقابل بتديك لبن وعجل كل سنة. لو ما حصلش كده يبقى المشروع بتاعك ده ايه؟ جاي معاك بخسارة. ولو العشار اتأخر وفوت الدورة شياع والتانية، انت كده بتتعرض لخسائر وبتصرف من جيبك على الفاضي. صح ولا لا؟ يعني الكلام ده لازم كل واحد يركز فيه كويس جدا، لان الموضوع دلوقتي موضوع اقتصادي بحت. ما اناش جايب حاجة منظرة، ده انا عايز حاجة تصرف على بيتي وعلى اولادي. تمام؟ لو صحتها تمام وانتاجها التناسلي مظبوط، هتلاقي لبن كتير وهتلاقي الجودة عالية، وهيبان على ابنها كمان. يقولك البقرة دي ايه؟ لبانة او حلوة في الخير. طب النهاردة بقى كلنا كده بنتعامل مع سلالات زي الهولشتاين والسيمنتال والبراون، حتى الفلاحين الصغيرين بقوا يربوها، وبقت مصدر دخل مهم جدا ليهم. البقرة النهاردة طبعا برقم ومكلفة جدا في تغذيتها واكلها وتمنها، طبعا لو بيور او استيراد او حتى انتاج محلي خليط. عشان كده لازم تهتم بالحيوان من كل ناحية: تغذية صح، علاج مظبوط، نظافة، وتبعدوا عن اي ستريس اللي هو ضغط عصبي، لان الحيوان برضو بيتأثر بحالته النفسية. وما تضحكوش برضو على الكلام ديت. ايوه بتتأثر الحالة النفسية بتاع الحيوان والمزاج كمان، لدرجة ان هم بيشغلوا كمان موسيقى بره للحيوانات. الحلاب بتحلب على الموسيقى. طبعا ده تقدم احنا لسه بدري علينا عبال ما نوصل للموضوع ديت، لكن مبدئيا نخلي بالنا ان الحيوانات ديت بتتأثر. ويا ريت الناس يا ريت ما تسمعش كلام غير علمي او تجرب وصفات مش مظبوطة او مضمونة، عشان كل حاجة طبعا بتأثر في خصوبة البقرة وفي الانتاج بتاعها. كل حاجة بتأثر في الخصوبة وبتأثر في الانتاج. لو انت استخدمت حاجات، واحد يقول لك حط مش عارف ايه، طب حط ايه يا عم؟ في دكتور وفي ناس متخصصة في الحاجات دي كلها. انت ممكن تبهدل الدنيا بوصفات مش مدروسة، او حاجة انت الناس مجربة وخلاص، فبتأثر على الخصوبة بتاعتها طبعا وتقلل انتاج اللبن. يعني في الاخر بتأثر على المكسب بتاعك. طيب هنبدأ نشتغل ونقول لك تعالجها ازاي او ايه سببها.
اول سبب مشكله في البقره نفسها، ممكن يكون في مشكله فيها. قبل ما اتكلم طبعا عن المشاكل هنتكلم على التناسل في الابقار الحلابه. احنا طبعا بنتكلم عن اصل الربح في المزرعه، اللي هو التناسل الصح يديك لبن كويس، يديك دخل كويس. زمان كانوا بيقولوا ان اللبن بيجي نتيجه تناسل ناجح، فكل ما تحسن الاداء التناسلي للبقره كل ما تزود لك الانتاج والربح بتاعك. فدايما خليك فاكر طبعا ان البقره دي مصدر رزق، واي مشكله فيها سواء صحيه او تناسليه بتاثر عليك انت جامد، لان ده مالك ومحدش يخاف على المال بتاعك قدك. فدلوقتي بقى في مصطلحات جديده زي الهيلث كاو والهاي كاو، يعني البقره تكون مرتاحه وصحتها كويسه عشان تدي لك اعلى انتاج زي ما قلت لك قبل كده. طبعا المشاكل دي لو حصلت بتطول الفتره بين الولادتين، بتزود المصاريف العلاج طبعا وزيارات الدكتور البيطري، بتقلل الانتاج وتخليك مضطر تشتري حيوان تاني، وده برضو مكلف جدا. طب ليه البقرة مش بتمسك يا دكتور؟ ليه البقرة مش بتمسك عشر وبيحصل تكرار شائع؟ طبعا الموضوع ده له 3 اسباب رئيسية، كل سبب ليه حل. يلا بينا كده مع بعضينا واحدة واحدة، ويا ريت تسمعوا للاخر. اول سبب ان المشكلة تكون في البقرة نفسها. البقرة بتيجي في شياع عادي بس مش بتمسك عشر. ساعات تلاقي الشياع مش منتظم او بيجي بشكل عشوائي، وساعات بتكون انت مش اساسا مش مؤسس البقرة دي صح، ودخلتها في التلقيح بدري لسه سنها صغير، وانا بشوف الحاجات دي كتير جدا، فبتأخر معاك وبيحصل معاها الشياع المتكرر او الشياع الوهمي. غالبا بيبقى فيه التهاب داخلي حصل وقت الولادة بسبب التدخل اللي هو مش كويس، او عدم نظافة الرحم او تأخير نزول المشيمة. كل ده بيأثر. طبعا ايه الحل في الحالة دي؟ لازم يكون في دكتور متخصص يكشف بالسونار زي ما قلت قبل كده، ويحدد لك فين المشكلة. هل هي التهاب رحمي؟ هل التهاب قناة فالوب؟ هل بطانة الرحم فيها مشكلة؟ هل البويضات فيها مشكلة، حجم البويضة مش مناسب للإخصاب؟ كل دي لازم تتفحص بالسونار. لو مفيش مشكلة عضوية غالبا الموضوع بيبقى تغذية، نقص فوسفور، نقص كالسيوم، او التهابات في الجسم نفسه. بنعالج الاولى بالتغذية طبعا، نزود الردة، الفوسفور، املاح، حجر جيري، كالسيوم، وندي مضاد حيوي ومضاد التهاب، وباذن الله يحصل اشعار. ساعات الحالات دي بتحتاج تدليك للرحم او ادوية متخصصة، عشان كده لازم بقول لك تكشف بالسونار، ولازم يكون دكتور شاطر في التناسليات وبيفحص صح بالسونار. تاني مشكلة او تاني سبب مشكلة في العجل او الطلوع نفسه. ساعات البقرة ما بيبقاش فيها حاجة ابدا، وساعات العجل بيبقى عليه ضغط جامد وما يقدرش يخصب كويس. تروح لواحد فلاح تلاقيه بينطط على 30 حالة في اليوم، فتلاقي الكفاءة التناسلية بتاعته مش كويسة، او شكله كويس بس الحيوانات المنوية ضعيفة. والسبب الاكثر انتشار ان في التهابات بتنتقل عن طريق الطلوع من بقرة لبقرة، وده كمان بيأثر على خصوبة العجل، وكمان بينقل الالتهابات لرحم البقرة التانية، وبتفضل مستمرة لحد ما تعالجها. عشان كده المزارع الحلاب او مزارع الانتاج المكثف ما بتعتمدش على الطلوعة نهائي، لكن الاهالي المربيين بيشتغلوا بالطلوع عادي لحد الوقت اللي احنا فيه. الحل نختار عجل كويس، عجل سليم يكون مفحوص، ونستخدم التلقيح الصناعي بس على ايد حد يكون خبير وكويس وليه خبرة. ثالث سبب في الشياع المتكرر هي مشكلة في توقيت التلقيح. ساعات ناس كتير جدا أول ما الحيوان يبدأ يظهر عليه علامات الشياع يطلع يجري يلقح، وده غلط، لأن التبويض مش بيحصل أول الشياع. الحل نستنى 12 ساعة من بداية الصرفان لحد ما الشياع يبقى قرب يخلص وبعدين نلقح، عشان الحيوانات المنوية تلحق تخصب البويضة مظبوط. معلومة مهمة جدا، بعد التلقيح الطبيعي أو الصناعي بنحقن البقرة أو الجاموسة ب5 سم ريسبتال عشان نسرع عملية التبويض ونثبت الحمل. حلوة ممتازة حقنة الريسبتال. الخلاصة تختار عجل كويس او تعمل تلقيح صناعي صح، تكشف على البقرة بالسونار وتعالج اي التهابات، تلقح في التوقيت الصح، اهتم بالتغذية والنظافة والمتابعة المستمرة. ده الموضوع كله باختصار شديد عشان ما اطولش عليكم. يا ريت ما تنسوناش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد معانا، واي سؤال اكتبوه لي في الكومنتات وانا هرد عليكم بنفسي. كان معاكم دكتور مجدي عبد الستار مهني، استشاري الطب البيطري. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.